جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى المسيح الدجال وتحدث معه، وكان معه 30 رجلا آخرين. أخبره أنهم كانوا تائهين في البحر لمدة 30 يوما، وعندما وصلوا إلى جزيرة غريبة رأوا مخلوقا غريبا مليئا بالشعر فخافوا منه. أخبرهم المخلوق أن هناك رجلا ينتظر خبرا من خارج الجزيرة. بعد ذلك هربوا، ولما وصلوا إلى الرجل الذي كان في الجزيرة وجدوه مقيدا من يديه ورجليه، فسألهم: من أنتم؟ فأخبروه أنهم تائهون ووصلوا إلى هنا بالخطأ. فرد عليهم الرجل: أنا مقيد وملزم بالرد على أي سؤال تسألونه، ولكن قبل ذلك سأطرح عليكم بعض الأسئلة. وسألهم عن نخيل بيسان، هل ما زال يثمر أم لا؟ فأجابوه بأنه ما زال يثمر، فقال لهم إن نخيل بيسان لن يثمر قريبا. بعد ذلك سألهم عن بحيرة طبرية وقال لهم: هل الماء فيها ما زال موجودا؟ فردوا عليه بأنها مليئة بالماء، فقال لهم: الماء سيختفي قريبا. ثم سألهم عن عين زغر، هل الماء فيها ما زال موجودا؟ وهل أهل البلدة يزرعون منها؟ فردوا بالإيجاب، لكنه قال لهم: الماء سينفد قريبا والزراعة لن تستمر. ثم سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل بعث وهل حدثت حروب؟ فأجابوه: نعم، النبي محمد هاجر من مكة إلى المدينة وانتصر وفتح مكة. في النهاية قال لهم: أنا المسيح الدجال، وقد اقترب خروجي لبدء فتنة آخر الزمان. سأجوب الأرض كلها في 40 ليلة، ولن أترك مكانا إلا مكة والمدينة، فهما محرمتان علي، وهناك ملائكة تحرسهما. صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وأخبر الصحابة بالقصة على المنبر، وأوضح لهم أن المدينة المنورة محمية من الدجال. وكان الرجل الذي روى القصة الصحابي تميم الداري، الذي أسلم بعد هذه القصة.